قناة خضر إسماعيل تقدم مع الموسيقى هنسهر والمغنى والألحان، نسمع أغاني وطرب من فن أهل زمان، مليان ثقافة وأدب، أشكال على ألوان، معاني سامية وجميلة بتسمو بالوجدان. ما الفن أصله اتخلق لسعادة الإنسان. أغاني، كلمات ومعاني. إعداد وتقديم خضر إسماعيل وعلي عيسى. شاعرنا الكبير الأستاذ خضر إسماعيل بنلتقي مجددا مع وردة، ولكن في هذه المرة مع أغنية يا نخلتين في العلالي. الكلمات للشاعر الكبير صالح جودة وألحان بليغ حمدي. في البداية أهلا بك يا أستاذ خضر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أهلا بك أستاذ علي، وأهلا بالسادة المستمعين والمحبين والمتابعين. مرة أخرى بنرجع معهم مرة تانية إلى حيث المدرسة البليغية وإلى حيث صوت وردة الجزائرية مرة أخرى. جميل. لو تسمح لي يا أستاذ خضر في البداية نسمع المذهب بتاع الأغنية ونرجع نتكلم إن شاء الله. اتفضل، ده طبيعي، لازم نسمع المذهب والأغنية. نخلتين في العلالي يا بلاحهم دوايا، نخلتين على نخلتين طابوا في ليالي الهوى، نخلتين على نخلتين طابوا في ليالي الهوى. اتفضل يا أستاذ. النهارده احنا قدام أغنية صغيرة قوي بس مهمة قوي ورائعة قوي، وليها تأثير وليها فكر وليها فلسفة، حاجة تانية خالص. احنا بنتكلم على أغنية من أغاني الأفراح المصرية الأصيلة الشرقية والشعبية بتاعت الناس الغلابة. وعشان كده الناس الغلابة ليهم دايما في الأفراح بتاعتهم ايه؟ رموز. يعني ما بيتكلموش مباشر وبس، لا، ليهم بعض الحاجات اللي بيرمزوا ليها برموز ويتكلموا عنها عن طريق الرمز والترميز، وكأن الحياة دي حياة يعني بالنسبة لنا، وهي حقيقة هكذا حياة مقدسة، فيبقى لها رموز، عاملين زي كهنة المعابد زمان. بس كهنة المعابد يمكن كانوا بيتكلموا في الكلام ده عن طريق انه شيء وثني او شيء عقائدي غير موافقين عليه الوقتي، ولكن احنا المصري بيعمل الكلام ده ويعمل هذا البناء من خلال قيم وعادات وتقاليد وإيمان وعقيدة جديدة احنا عايشين فيها ومؤمنين بيها، لا إله إلا الله محمد رسول الله. احنا بنقف قدام الرموز دي وقدام الحاجات دي ونتأملها تأمل شديد جدا، لأنها لها معاني مهمة أوي أوي. احنا قدام كمان كاتب متميز جدا، كاتب رائع جدا، كاتب أديب كبير ليه باعه وليه قدراته وليه كتاباته وليه حاجاته، وهو الكاتب الكبير والشاعر صالح جودة. يمكن احنا التقينا مرة واحدة من خلال برضو أغنية وردة. أيوة، لقاء سابق التقينا قبل كده برضو من أغنية وردة اللي هي روحي وروحك حبايب، اللي هي نفسها في نفس الفيلم كمان. أيوة، في نفس الفيلم المز عبد الحميد. أيوة، في نفس الفيلم فعلا، واخد بالك. وده الفيلم اللي كتب كل أغانيه صالح جودة. طبعا كتب أغاني صالح جودة، لكن تتعدد الملحنين، فلحن بليغ ولحن رياض ولحن فريد الأطرش. حتى فريد الأطرش لحن في اللحن اللي هو روحي وروحك حبايب، وكانت من الألحان الرائعة ومن الأغاني المهمة جدا اللي غنتها وردة الجزائرية. لكن النهارده احنا بنرجع تاني مع صالح جودة كشاعر وكلماته وأسلوبه اللي بيميل دايما للأصالة، وبيميل دايما للترميز وللوضع رموز معينة والغوص قوي في أعماق القيم والتقاليد المصرية
الأصيلة والعادات المصرية الأصيلة. ونيجي هنا مع حد تاني وشخصية تانية مهمة جدا وقامة كبيرة جدا وقامة مهمة جدا في عالم الموسيقى والغناء، وهو بليغ حمدي. بليغ حمدي ذاك الموسيقار الرائع جدا، المعجزة. هذا الرجل يعني معجزة فعلا، وسنظل نتكلم عن بليغ حمدي ما وسعنا الظهر أن نتحدث، وسيبقى معانا باستمرار، وكل يوم هنكتشف في بليغ حمدي حاجات جديدة. شوف تخيل، يعني الناس بتكتشف الواحد لما يجي يطلع للساحة، لكن انت مع وجوده في الساحة بتكتشف كل يوم جديد عمله بليغ حمدي، واشياء جديدة ابتكرها واشياء جديدة عملها. طول ما انت بتنقب وبتبحث وبتدقق ورا بليغ حمدي، طول ما انت هتلاقي الجديد والممتع والجميل عند موسيقى بليغ حمدي. وهو ده هيستلقاه عامل مشترك مع صالح جودة في الرموز المقدسة اللي قالها في الأغنية، وطريقة معالجة اللحن لهذه الرموز ولهذه الكلمات. هتجد هذا الكلام هنعرج عليه وهنتكلم عليه ساعة ما ندخل نتكلم على الأغنية الوقت حالا. ويبقى بقى معانا معانا وردة الجزائرية. وردة الجزائرية غنت كتير قوي لبليغ حمدي، وإن كانت الأغنية دي كانت في بداية المشوار، كانت لسه في بداية مشوار وردة الجزائرية، ولكن بعد كده هتتعدد اللقاءات وهتتعدد الأغنيات مع بليغ حمدي فيما بعد في المرحلة الوسطى من عمر مدرسة وردة الجزائرية، لأن مدرسة وردة الجزائرية لها مراحل. المرحلة الأولى اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي، وبعدين في مرحلة وسطى، وبعدين في مرحلة النضوج والعملاقة بقى. النضوج والعملاقة بالنسبة لمين؟ لوردة، مع انها هي عملاقة من يوم ما بدأت تغني، لكن انا بقسم المراحل بالشكل ده. فتتكلم على وردة طبعا صوتها يؤهلها انها تغني اي لون من الوان الغناء، اي لون. تغني الموال، تغني الشعبي جدا، تغني العاطفي جدا، تغني الأغنية الرومانسية الحالمة، وتغني الأغنية الحماسية شديدة الحماس. عندها استعداد صوتها فيه مؤهلات تؤهلها انها تغني هذا الكلام. يعني تسمع منها وانا على الربابة بغني ما اقدرش غير اني اغني واقول تعيش يا مصر كده. يعني حتى في الغناء الحماسي تجد صوت وردة بيعبر في زي وانا على الربابة بغني، واغاني كثيرة جدا. يعني انت بتمتلك صوت قوي وفي مساحة كمان. في قوي جدا وفي مساحة وجميل. يعني القوة مع الجمال، وزي ما قلنا ان نادرا ما تلتقي هذه الميزتين في الصوت، اللي هي القوة والجمال. ولما بتلتقي قوة الصوت مع الجمال بيبقى الصوت خطير جدا وصوت معبر. واحنا عندنا امثله كتير. يعني مثلا احنا عندنا القدوه والمثل ام كلثوم، قوه صوت وجمال صوت وعراضه الصوت، صوت عريض، وصوت يجيب القرار وجواب يعني حاجه غير معقول، معجزه. ده صوت ام كلثوم. صوت ورده برضه صوت قوي وجميل، وصوت جميل حلو، ما هوش منفر ولا في خشونه لا صوت جميل وقوي في نفس الوقت. ده صوت وردة. لذلك وردة تقدر تأدي كل الألوان الغنائية براحة، تأديها بإريحية شديدة يعني جدا، يعني من عشان كده هو سحر صوت وردة وجمال صوت وردة. طبعا احنا دلوقتي اتكلمنا عن الفرسان الثلاثة اللي هيعملوا لنا الأغنية الصغيرة في المساحة وفي الزمن، الكبيرة في القيمة وفي المعنى. هذا هو المذهب، وهذا هو ما أردت أن أوصله للسادة المستمعين والمشاهدين والمتابعين عن هذه الأغنية التحفة. يعني أغنية تحفة فعلا، وما زالت هذه الأغنية من أغاني الأفراح اللي مش ممكن تتنسي. وإني ما دامت الدنيا وما دامت الحياة، لو في أفراح شغالة وفي ناس عندها ذوق وعندها سمع وعندها طرب أصيل، هتطلب تسمع في فرحها يا نخلتين في العلالي يا بلحهم دو. طبعا أنا هكمل معاكم إن شاء الله بقية الأغنية، وهي قصيرة قوي. هكمل معاكم بقية الأغنية
وهلتقي بكم مرة تانية في هذا المحفل الجميل الرائع مع صالح جودة ومع المدرسة البليغية بليغ حمدي الرائع ومع صوت وردة الجميل والقوي في الحلقة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا أستاذ خضر. العفو يا أستاذ. لحد كده النهاردة خلصت الحلقة، ومعادنا بكرة سوا نكمل الغنوة ونبين المعنى ونشرح الألحان معادنا بكرة سوا مع فن أهل زمان، أغاني كلمات ومعاني.